السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد ويوم جديد. اعمل لايك للفيديو واشتركي معايا لو انت مش مشتركة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. هنعمل مع بعض روتين حلو قوي محفز جدا ان شاء الله يعجبك، ولو عجبك تقومي تنفذيه. الروتين ده كنا بالليل بعد العشاء قمت روقت المطبخ بتاعي، وكمان طبخت لتاني يوم. هتشوف ازاي انا طبخت لتاني يوم، وحاجات بسيطة جدا بتخلي اليوم بتاعنا سهل ولذيذ. لازم عشان يومك يبقى سهل ولذيذ يكون قبل ما تنامي المطبخ بتاعك متشطب، عشان تاني يوم عندك يكون المطبخ متروق والدنيا نظيفة معاكي. يعني ايه؟ تعملي الفطار بتاعك ما يبقاش وراكي غير مواعين الفطار بس، مش مواعين فطار وعشاء وسهرة والكلام ده كله. فأنا كان عندي مواعين مغسولة ومصفية على الفوطة دي، فرصيتها الأول. وبعدين لازم ترصي المواعين بتاعتك على فوطة تنشف الأول أو على مصفى، علشان خاطر مينفعش تحطيهم في الدولاب بتاع المواعين وهم مبلولين أو فيهم مية، عشان ريحتهم هتكون وحشة. فأنا بسيب الحاجة بتاعتي على الفوطة دي تتصفى كويس، وبعدين أدخلها مكانها. أودي اللي عايز يدخل الدواليب بيدخل، واللي عايز يحط على الرف بحطه. بس بغسل بقى كل المواعين اللي عندي. بعد ما باخلّص يعني الليلة دي باعصر الفوطة بتاعتي وباغسلها حلو، وبانشفها في الغسالة وأحط عليها المواعين الجديدة. تمام. وباغسل بقى المواعين الجديدة بتاعتي واحدة واحدة، النضيف الأول وبعد كده الحاجة العفشة ورا. هنا كنت خلاص خلصت المواعين بتاعتي، فباملى القلة بتاعتنا. ما باطلعش من المطبخ بتاعي غير لمّا باخلّيه فُلّة شمعة منوّرة، باكون مخلّصة كل اللي فيه، يعني مواعين، كنساه، ماسحاه، كل حاجة فيه باكون عاملاها. بس. فهنا الكيس أنا باحط فيه دي أعزكم الله دي الزبالة، فدايمًا الكيس ده محطوط جنبي وأنا باغسل المواعين أو بانضف المطبخ، بحيث لو كان فيه أي حاجة على طول باسقطها هنا. باجيب الفوطة بقى بتاعتي أمسح الرخامة الأول، أي حاجة يعني عليها تكتلات حتت أي حاجة يعني، وبعدين باجيب الليفة بتاعتي والبريل وباغسل الرخامة بتاعتي غسلة حلوة، وبرضه باغسل الحوض بتاعي. باخلّيه فُلّة شمعة منوّرة، لإن الحوض هو اللي بنحط فيه المواعين اللي أنا غاسلاها، فلو عفش هيخلّي المواعين برضه ينقل المواعين بتاعتي بكتيريا، لإني باحط فيها المواعين بعد ما باغسلها. خلاص؟ فلازم الحوض بتاعِك يكون نضيف الأول قبل ما تحطّي فيه المواعين بتاعتِك. فأنا باغسلها وباجيب الفوطة بقى بعد ما غسلت الرخام بتاعتي بالليفة والصابون، وأسحب بقى الصابون بتاعي، الرخامة بتاعتي تبقى نضيفة وريحتها فُلّة، لا ريحتها زفارة ولا ريحتها حاجة. لازم تنشفي الرخام بتاعتك عشان ما يخرمش منك، أو يكون في حفر كده من المية اللي عليه، أو ريحته تكون مش نظيفة. تمام. خلصت كده الحوض بتاعي، خلصت مواعيني وربطت كيس الزبالة. كنت جايبة هنا حبة حاجات قلت برضو أرجعها مكانها. ده بسكوت كده على شكل حيوانات، دباديب وحاجات من دي، فضيتها في علبة كده عشان خاطر ما يتكسرش. عشان كل ما عيالي يعني يعملوا حاجة حلوة أديلهم واحدة من دي، أو أو أي حاجة يعني كويسة أديلهم من دي، أو هما لو طلبوه أديهولهم. ودي حبة بهارات، يعني بهارات كفتة، بهارات شيش طاووق، صوص الدمجلاس والحاجات دي، فشيلتها. دول بقى ده خدت فيه خازوق مغري. الجيلي ده أنا بجيب الواحدة ب10 جنيه، العلبة ب10 جنيه. فأنا قلت ال3 مع بعض هيبقى فيه توفير، جبت ال3 مع بعض في علبة واحدة ب35 جنيه، وما فقتش من الليلة دي إلا هنا. وجبت بقى اللي هو مزيل دهون بس. فباحط كل حاجة مكانها بقى، وما تخيبوش خيبتي، بقروا كويس الأسعار هناك علشان فعلا ما تخيبوش خيبتي، لأن أنا خيبت. بقولكوا كنت بجيب الواحدة بس لوحدها ب10 جنيه، فقلت لما هجيب ال3 يعني هاخدهم ب25 جنيه مثلا، 27 جنيه، مش هاخدهم ب35 جنيه. فده الخازوق يعني. بس قلت بقى هعمل اتبل الفرخة بقى بتاعتي اللي انا هعملها تاني يوم، عشان تكون عندي سهلة على التجهيز. بالضبط هادخّلها الفرن بس. جِبت الفرخة بتاعتي نقعاها في مَيّة بدقيق بليمون، لو عندي جنزبيل كنت حطيت، نقعاها النقعة الخلطة دي بتخلّيها ما فيهاش زفارة خالص، وريحتها حلوة جدًا وما فيهاش أي دم خالص. فأنا خدتها خلاص، كنت نقعاها فيها، فأنا خدتها على الحوض عشان أشطفها كمان شطفة تحت الحنفية، و
اشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. عندي بصله مقطعاها حتت صغيره خالص، عندي قرنين فلفل، عندي حبه كزبره خضراء، عندي 3 ليمونات مقطعاهم شرايح، وعندي البهارات بتاعتي ملح وفلفل وكمون وبهارات شاوي لو عندك، ما عندكيش مش مشكله، وتوم بودره وبصل بودره. هنمشي مع بعض خطوه خطوه تاني. حطيت البصل والشطه اللي انا مقطعاهم صغيرين، وقلم الكزبره الخضراء اللي انا برضو مقطعاها صغير، ومزقت الليمون بتاعي اعصره، مش هحطه بقشره، اعصره كده على الخلطه بتاعتي كده، بتديني طعم مزازة حلو قوي في الفراخ بتاعتي، لذيذة بجد. وجبت بقى البهارات بتاعتي، فلفل، كمون، معلقة صغيرة مليانة وانت ماشية كده، والملح معلقة ونص، انا حطيت معلقتين فحسيتهم كتير فشلت منهم، ماشي. ومعايا بصل بودرة تعزيزا للطعم يعني، وتوم بودرة. مش عارفة التوم مجمد كده ليه، بس احنا كده كده هنخرج دلوقتي فهيروح. معايا بهارات شاوي، حط منها معلقة صغيرة، انا اول مرة اجربها، فلما تستوي بقى هقول لكم طعمها عامل ايه يعني. جبت بقى الخلطة بتاعتي دي كلها على بعضها، وفركت فركت فركت لحد ما البصل بتاعي ينزل ميته خالص، وهتشوفوها مع بعض اهو. بصوا نزل المية بتاعته. هتبل بقى الفراخ بتاعتي تحت الجلد وفوق الجلد وكله على اللحم وكله. كل ما قللت البهارات على فكرة لأي أكل انت بتعمليه، الأكل بتاعك بيكون طعمه ألذ، مش بكتر البهارات. لو كترت بهارات هتحسي ان انت أصلا بتاكلي بهارات، طعم اللحمة هيكون ضايع منك خالص. فانتي قللي البهارات على قد ما تقدري، هتلاقي الطعم بتاعك أحلى في الأكل. وتبل بقى ايه الفراخ بتاعتي، وهشيلها في الصينية جاهزة أدخلها الفرن، أو أسويها على البوتاجاز وأدخلها الفرن تاخد لون بس. لذيذة جدا، سهلة جدا، وسريعة جدا، وطعمها حلو، وما خسرتش حاجة. انا كده كده سهرانة وكده كده صاحية، فانجز نفسي يعني بأي حاجة وخلاص. جبت بقى يعني جبت بلاستيكة تانية انقل فيها الفراخ بتاعتي عشان اخد بقية التتبيلة افرشها تحت الصينية، تحت اسفل الفراخ، عشان خاطر ما تلزقش في الصينية. واجيب الفراخ بتاعتي ارصها في الصينية، وكده قشطة وزي الفل. بكرة بقى ايه لما اصحى ادخلها الفرن، وكده تبقى جاهزة مع حبة طحينة وحبة مخلل حبة سلطة. الغدا بتاعي كان جاهز والدنيا كانت زي الفل. ما تحطيش عليها مية، هي البصل بينزل ميته عشان ما يكونش فيها مية كتير. عايز تحط على بطاطس حطي. بألف هنا، مع السلامة.